السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هعمل معاكم احلى رز بلبن، كريمي وناعم وجميل زي ما انتوا شايفين كده، وحاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. طبعا ايه انا هعمله معاكم النهاردة، مش هيتكلف كتير ولا هيتكلف لبن كتير. وطبعا انتوا عارفين اقل طبق من ده في اي محل دلوقتي بيتباع بكام وسعره ايه. ما تيجوا نعمله مع بعضينا بكل سهولة وبساطة ومش هيكلفنا كتير، وهناكل حاجة جميلة ومن صنع ايدينا وحاجة نضيفة في البيت. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده الرز قدامكم جميل وكريمي، والله محسن ما بين ايدينا. تعالوا نشوف بقى احنا عملناه ازاي النهارده. اول حاجة هجيب الحلة بتاعتي وهحط فيها 4 كوبايات من المية، وكوباية الا ربع من الرز مغسول ومتصفي. طبعا انا الاول بسلق الرز في مية، ما بسلقوش في لبن. اولا عشان ما نتكلفش لبن كتير، ثانيا علشان الرز يستوي براحته في المية ويبقى اللبن ظاهر بيه في الاخر كده، ويبقى باين اللبن فيه كتير وطعم اللبن ظاهر فيه. احنا هنسيب الرز دلوقتي يستوي براحته، وهنجيب كوباية من اللبن وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الكريم شانتيه، وهبدأ بقى ادوبهم كلهم مع بعضهم كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يختلطوا كلهم مع بعضهم، وهركنهم على جنب دلوقتي. وهرجع بقى للرز بتاعنا نشوف اخباره ايه. كده الرز معانا بدأ يتشرب المية ويدخل في السوا. طبعا انا هقلب فيه كده وهنسيبه برضو يكمل سواه في المية لحد ما المية ديت تروح خالص منه. طبعا انا سيبته شوية ورجعت تاني قلبته زي ما انتوا شايفين كده الرز معانا استوى وتشرب من المية كلها. كده اي كمية لبن هنحطها هتظهر فيه وهيبقى طعم اللبن ظاهر، واللبن كتير معانا في الرز. كده الرز استوى معانا وما بقاش فيه ايه مية زي ما انتوا شايفين. هنقلب فيه لحد ما نحس ان الرزاية نعمت خالص. هنا بقى ببدأ اجيب اللبن بتاعي، ده كيلو من اللبن. لبن طبعا جاموسي ويكون لبن دسم كده وحلو، وانتوا شايفين طبعا كمية القشطة اللي في اللبن. وهنزل بقى بالكيلو اللبن كله والم القشطة كده اللي على الجناب دي اللي تديني الدسامة وهتديني الطعم الجميل اللي بيبقى ايه في الرز بلبن. وهنقلب بقى لحد ما يدوب القشطة معانا، وهنزل بكوباية تاني من اللبن. يبقى كده احنا حطينا كيلو من اللبن وكوباية نزلنا بيها على الرز معانا، وفي كوباية تاني اللي احنا مدوبين فيها الكريم شانتيه والنشا. يعني هنقول ان الكوباية الا ربع من الرز خدت معانا كيلو ونص من اللبن. طبعا انتوا شايفين الرز كله لبن قد ايه، واللبن طبعا بزيادة. طول ما اللبن بيغلي كده معانا يعني معنى كده ان الرز قليل. لو الرز كان كتير على كمية اللبن كان هينشي ويتقل معانا الرز. لكن كده بص الرز ابو لبن فيه لبن فعلا كتير.
هننزل بقى، انا هنزل ب5 معالق من السكر. طبعا السكر ده اختياري زي ما انت حابه، كل واحد وذوقه حسب السكر اللي انت عايزاه، عايزاه سكر قليل عايزاه سكر زياده، دي حاجه ترجع لك يعني وحسب ذوقك. وهنقلب بقى كويس كده ندوب السكر. طبعا انتوا شايفين القوام معانا. هننزل بقى بكوبايه اللبن اللي فيها النشا والكريم شانتيه، وهنقلب بقى كويس. ده بقى هيلف معانا الرز بلبن بتاعنا، لان طبعا الرز قليل واللبن زيادة فخفيف. طبعا انتوا شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك واللهم احسن ما بين ايدينا. لو مشيتي على الطريقة ديت وعلى الخطوات دي هتطلعي رز بلبن ولا اجدع محل والله تشتري منه. وهنزل بقى، انا بحب احط عليه يعني كام نقطة كده من الفانيليا السايلة، ما عندكيش باكيتين من الفانيليا البودر، بتديله طعم وبتديله ريحة جميلة جدا ويبقى ليه مذاق خاص كده. وهنقلب نقلب كده، وزي ما انتوا شايفين اللبن كده، الرز بلبن كده معانا يعتبر خلص. هنشيله بقى من على النار. طبعا زي ما انتوا شايفين بصوا القشطة بتاعت اللبن والدسامة بتاعت اللبن، ما تحسيش ان انتي عاملاه بمية خالص، حاجة كريمي كده والقوام بتاعه زي ما انتوا شايفين. وطبعا احنا لفينا اللبن بمعلقة النشا اللي حطيناها، والكريم شانتيه طبعا بيديله قوام كريمي كده وحلو. وهبدأ بقى اغرف في البولات بتاعتي. طبعا انا غرفت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، كيلو ونص لبن وكوباية الا ربع من الرز عملوا معانا الكمية دي كلها. هنحطه بقى في التلاجة لحد ما يجمد كده ويسقع معانا، وبعد كده نبدأ نشكله. زي ما انتوا شايفين انا سبته 3 ساعات كده عقبال ما سقع، وطلعته شكلته زي ما انتوا شايفين. ده حطيت له حتة قشطة وشوية زبيب وفراولاية كده، عملت معانا شكل جميل. وده برضو حطيت له وحديتين من المشمشية مع بندق مجروش وزبيب. وده برضو حتة من القشطة مع شوية بندق مجروشين وبرضو شوية زبيب. وده حطيت له فراولاية من النص كده ورشيت حواليها بندق. وزي ما انتوا شايفين الطبق التاني حطيت له واحدة عين الجمل كده في النص وحواليها زبيب. طبعا متشكل بطريقة جميلة وتفتح النفس، وحاجة كده مش قادرة اقول لكم والله العظيم ريحته عاملة ازاي وشكله عامل ازاي. انا عايزة اقول لكم ان الكاميرا فعلا ظلماه والله من الشكل بتاعه والجمال بتاعه. طبعا حاجة يعني حاجة فاخر من الاخر بصراحة زي ما انتوا شايفين كده، ولا شغل محلات ولا شغل اي حاجة. احنا نقدر نعمل في البيت كل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة، ومن غير ما نتكلف ومن غير ما ندفع فيها فلوس قد كده. طبق زي ده لو جبتيه من اي محل شوف هيقولك بكام، مش اقل من 40 50 جنيه، وانتوا عارفين الاسعار بره عاملة ازاي. وطبعا زي ما انتوا شايفين الرز طالع قدامكم كريمي وجميل. وطعما بقى مش قادرة اقول لكم انا يعني بصور وباكل منه، بصراحة مش هين عليا اسيب الطبق من طعمه وجماله. اعملي كل حاجة حلوة في البيت وفرحي ولادك ووفري على نفسك فلوس قد كده، وهتعملي كميات كبيرة وبالجمال اللي انت شايفاه، واي حاجة عندك في البيت هتزوقي بيها. ولو الفيديو عجبكم بقى لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يجيلكوا كل جديد. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.